اواخر التسعينات كرة القدم ما كانتش غير لعبة، كانت حرب. وفي ديك الحرب كاين واحد المخلوق في التيران ما كيرحمش، ما كيعقلش وما كيرجعش للور. لويس نازاريو دي ليما، او كما كيسماه العالم هو كيترعد الظاهرة رونالدو الفينومينو. هاد السيد اللي خلع اوروبا كاملة وداز على كبار المدافعين ديال الطاليان والسبانيول. كان كيسحب ليه هو غادي لفرنسا باللي تا واحد في هاد الكوكب ما يقدر يحبس الماكينه ديالو اللي غاديه بالسرعه ديال الصوت. كان كيشوف راسو بحال شي اعصار غادي ياكل الخضر واليابس. ولكن في واحد الليله ديال مونديال فرنسا 1998 رونالدو تلاقى مع حاجه ما كانش في الحسبان. تلاقى مع جدار باش لأول مرة في حياته الرياضية يوقف ويشوف ويقول شكون هما هادو. ملعب لابوجوار مدينة نانت الفرنسية 16 يونيو 1998. الجولة الثانية من دور المجموعات، البرازيل كامل نجومها ريفالدو بيبيتو روبرتو كارلوس ضد المغرب التسعينات الساحر باسير حجي شيبو داودي. رونالدو دخل التيران ديك الابتسامة الشهيرة ديالو يسحب لي غادي يدير الشو ويشبع مراوغات بحال ديما. ولكن غير صفر الحكم وبدا الماتش. راسو وسط واحد المكتكنة عسكرية تكتيكية قائدها المايسترو هنري ميشيل. المعركة شكون يقرب للظاهرة. في لقطة من اللقطات هبط رونالدو الوسط باش ياخد الكورة ويدير ديك الانطلاقة الصاروخية ديالو. يلا حط رجلو هو يلقى قدامو نور الدين نيمت. دقيقة 8 الشوط الأول. المغاربة واقفين مضيقين المساحات ومخلين الصامبة تدور الكرة في نص التيرة. البرازيل 1 المغرب 0. واخا الماتش سالب الرباح ديال البرازيل 3-0 بسبب الفوارق الفردية وواحد البيش ماركا رونالدو الدقيقة الأولى من الغفلة الدفاعية، إلا أن القصة الدخلانية ديال الماتش كانت كتقول حاجة أخرى. الناس اللي تفرجوا في الماتش شافوا رونالدو في الشوط الثاني وهو كيتفادى يتدخل في الالتحامات مع المدافعين المغاربه. اللقطه اللي بقات حافره في التاريخ هي فاش رونالدو شد الكره بجهه التوش وبدا كيشوف خلاه يحس بلي انه كان كيواجه مدافعين ديال بصح. وفي الختام بغيت نقول لكم خليو لي في الكومونتير شكون الاسطوره اللي بغيتي نهضر عليها في الفيديو الجاي ان شاء الله.